السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي متابعينا المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. لايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الجميله ربنا يديمكم نعمه في حياتي. كمان دعوه من كل قلبنا لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم ويجبرهم ويقف معاهم وساندهم. والحمد لله يا رب على الاتفاقيه الجديده اللي اتعملت لهم دي، اللهم كملها على خير يا رب، واصلح حالهم يسر امرهم يا رب العالمين يا رب يا رب. ما ننسوش ندعو لبابا ان ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. حبايبي متابعينا المحترمين، فضلا وليس امر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل، تعليقكم الجميل ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن البث المباشر اللي عملته نرمين ورد الفعل. وسبحان الله ان ربك لايه لبالمرصاد. ربنا يا جماعه ما بيضيعش تعب حد ابدا، ربنا عمره ما بيسيب الظالم. بيسيبه وبيديله فرصه واتنين وتلاته علشان خاطر يكل من الظلم بتاعه للبشر ويستغفر الله ويتوب ويرجع من اللي هو بيعمله. لكن لما بيلاقيه بيتمادى بيسيبه يتمادى زي ما هو عاوز لحد ما هو ربنا بيقصه القصاص اللي فعلا بيجيب الآخرة، بيجيب النهاية من الآخر كده. لأنه ربنا اسمه ايه؟ ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه العدل. فربنا عمره ما بيضيع اي حد. غير ان الفترة اللي عدت دي كلها طبعا كل جمهورية الخالة حلمية وكل اللي يعرف الخالة حلمية وكل متابعين القنوات المحترمين للنقد كلهم كانوا يدعوا ان ربنا يفك الست دي من الكرب والهم اللي هي فيه. وزي ما شفنا المحنة اللي عدت عليها الفترة اللي عدت دي كلها، فنحن من هنا بندعي لها ان ربنا ينصرك يا ست حلمية ويجعل لك من كل ضيق مخرج، وربنا يفك لك كربك وكرب نرمين ويسر لك امرك يا رب العالمين. ومفاجأة القبض عليها بعد سبحان الله الكلام اللي قالته نرمين تتقبض عليهم. على فكرة يا جماعة ان هم اتقبض عليهم دي مش حاجة وحشة. احنا زعلانين عشان ست حلمية ونرمين باتوا في الحجز او هيتعرضوا على النيابة والكلام ده، بس كده ده حقهم هيجي لهم. ليه بقى؟ الحق القانون، في حاجة اسمها عدل وفيها قانون. ناس كتير قوي كانت تسألني هو انتوا ما عندكمش قانون في البلد؟ يا جماعة القانون لازم تلجئي له. ما هو القانون مش قاعد على اليوتيوب يا جماعة علشان خاطر اني هيراقب اليوتيوب. اكيد البلد مش هتسيب الوضع بتاعها جوه الداخلي كله عشان يطلعوا يقعدوا على منصات اليوتيوب عشان نشوف مين بيشتم مين ومين بيتخانق مين. انت بتلجئي للقانون، القانون بيجيلك لحد عندك. وسيبكم من كلام فيسو اللي هو بيقولوا الكذاب الحرامي النصاب ده اهو هارب من القانون. كان يقول لك الضابط اللي عندنا راجل متفاهم ونطلع له ونقعد معاه ونتكلم معاه. كل ده كلام كذب. ما كنتش احاول ان انا اصدق الكلام اللي هو بيقوله. فيش ضابط يرضى بالظلم ابدا. مفيش واحد ماسك مكان. ده الضابط ذات نفسه يروح في داهيه لو راحت شكوى فيه ان هو بيعمل حاجه زي كده. فكله ده كلام كذب بس بينوم الناس بيه مش اكتر. لكن هو بيتنطط من مكانه مكانه هارب، وفي الاخر سلم مراته من المرجله بتاعته. فالمهم ان احنا هنحكي في البث المباشر عملته نرمين، وربنا سبحان الله وتعالى عمل ايه، والمنتدى اللي ردت بيه عليه داهيه اللي ربنا قال لها صدقيني اللي هتقعدي معاه. فاللي حصل بقى شفنا طبعا نرمين ان هي طالعه بترد على ظلم وحقد للاسف خالتها. لما هي كانت طالعه وتتكلم لنا وتقول احنا قلنا قاعده وكلمنا كبير البلد وكلمنا الغفير وكلمنا المحامي وكلمنا الكبارات وكلمنا شيخ البلد وكلمنا العمدة وكلمنا معرفش مين، وهم اللي ما حدش يقعد القعدة يبقى ما حدش يجي يقول لي اي كلمة ولا قلتي ولا عدت ولا حاجة. احنا مش هنصطلح، احنا مش عاوزين نصطلح ومش هنصطلح، وهي في بيتها واحنا في بيتنا، لا هنصور معاها ولا هتصور معانا. دي داهية. وكانت طالعه لنا بصوت شتوي كده بتتكلم بيه وبكل هدوء وبراءة. بس لا هي كانت هادية ولا كانت بريئة، هي كان جواها غل وحقد من ناحية حلمية وأولادها. عمري في حياتي يعني عمري كل ما شفت أخت بتتعامل كده مع أولاد أختها ومع أختها. عمري الفلوس عمتها واللي هي بتعمله عماها، ان دي صلة رحم وان دي اختك وان دي سندك والمفروض في الدنيا. في الاول والاخر مهما اختلفنا يا جماعة هم في الاول والاخر اخوات. ففي مش عارفة هي بجد يعني اقول ايه، الله يصلح حالهم، مش هقول اكتر من كده.
فكمان طبعا زي ما شفناها طلعت وقعدت تقول بعد ما حد انه هي تيجي تقول نقول قاعدة ونيجي نقعد في القعدة وهي ما ترضاش، محدش يجي يقول لي لا هي قالت ولا هي عملت ولا هي شرف بنتها اللي بتتاجر بيه وعاملة نفسها ان انا اللي بطلع وان انا بتكلم. انا بطلع اتكلم، انا بذكر بنتها، تجيب لي فيديو وتجيب لي لايف ولا تجيب لي حاجة تثبت على ان انا كنت بتكلم على بنتها ولا ان انا كنت بقول حاجة على بنتها. ده هي اللي بتتاجر ببنتها وبتتاجر بشرف بنتها. طيب هنيجي نتكلم هنا وهنقف مع بعض 5 دقايق كده ونشوف رد نرمين على داهية. وفي الحاجات اللي غير رد نرمين، رد القنوات كلها، رد اليوتيوب كله عليك يا داهية. واحنا انت فكرك انت لما بتحذفي اللايفات بتاعتك مش موجودة عندنا ذكرى للزمن؟ مش موجودة عندنا محتفظين بيها؟ ده انت ليكي لايفات لولبية يا داهية، يعني ليكي لايفات لولبية، ليكي ولايفات قسما بالله سب وقصف دي. وكل اللي جواها كده يعملوا عليكي قضية رد شرف على الكلام اللي انت بتقوليه وبتتهميه. ده انت اتهمت ريري ان جوزها اتجوز عليها وان هي بيخون وان هي بتخون ده انت عملت بلاوي سودا. ده انت اتهمت بنت اختك بالخيانة. انت عارفة ايه اتهمتها بالخيانة؟ يعني قضية رد شرف انت عارفاها. تعال بقى هنجيبها واحدة واحدة. هنرجع من لحد الحاجة سعدية الله يرحمها، الله يرحمها، لما راحت طلعتها في بث مباشر من قناة حمادة وطلعت وجابت قصة نرمين من ساعة ما طلعت على الدنيا لحد ما اتجوزت واتطلقت مرتين، وقالت على ابنها ان هي رميها في ملجأ. كل القصص دي كلها والحكايات والروايات مش كان تحت ايدك انتي؟ الله اكبر، انت الكبير يا رب، الله اكبر وعزتك وجلالك يا رب، يا ناصر المظلومين، يا جابر المنكسرين، فانصر ست حلمية وانصر نرمين يا رب، واجبرهم جبر يتعجب بيه أهل السماء وأهل الأرض يا رب العالمين. الله أكبر وعزتك وجلالك يا رب. طلعت بقى علينا نرمين وردت عليها بكل الكوارث اللي كانت بتعملها بتقول لها لما انت كل ده ما ذكرتنيش وما كلمتنيش وما جبتش سيرتي، كل الحاجات اللي سمتها نرمين طبعا سبتها وقالت لها انتعار انتعار انتعار. لما كانت عامله فاتحه لايف فوق السطح، واللايف اللي كان في العربية هي وجاية من جمصة، لما قعدت تقول لها انك انتي ليكي صندوق اسود عندي وانك انتي عندي وعندي وانك انتي ليكي عندي حاجات، تعالى يا ايمن وتعالى يا معرفش يمين، تعالى خدوا الصندوق من عندي وتعالوا شوفوا وتعالوا شوفوا عندي اسرار. كل ده وقتها ما كانتش ثبتها. لما طلع برضو مصطفى وقال لها ان كلمة الصندوق الاسود دي، لما طلع مصطفى وقال لها لو افتح لك الصندوق الاسود يا نرمين، طبعا كل ده كان كلام داهية وهو بيطلع يطبل وراها. لما نشوفه دلوقتي هيطلع يطبل وراها ولا هيستخبى؟ ماشي. ولما كمان قعدت قالت عليها ان هي اساسا ابنها رمياه في الملجأ، وان هي ابنها بياكل من الشارع، وان هي معرفش والكلام ده كله. طبعا كله ده كذب وتبلي. لما طلعت وقالت عليها دلوقتي كمان السكرينات المفبركة اللي هي اساسا دلوقتي ربنا هيجيب لها حقها تالت ومتلت في السكرينات المفبركة. لما راحت فبركت لها سكرينات وقالت لي انا ماليش دعوة، السكرينات دي حد جايبها لي. قالت لها مش يشغلنيش مين اللي جابها لك ولا مين اللي قال ولا مين اللي عمل، ما يشغلنيش. ولا سب منى ولا سب بنت الشيخ ولا سب شخيرة. كل ده قالت لها شخيرة دي ما كانتش تسبني وما كانتش تعمل اي حاجة. ولما طلعت وقلت لها يا شهيرة بطلي ما تسبنيش وما تغلطيش فيا، انا ماليش دعوة ما تجيبيش سيلتي، راحت قالت لها طول ما القنوات بيجيبوا سيلة داهية انا هجيب سيرتك وانت هتبقي موجودة على الساحة، يعني واخدة وقبضة ومتكيشة علشان خاطر تطلع وتقول الكلمتين اللي هي بتقولهم دول. تمام. فكل ده غير بقى بحوار الذهب واتهاماتها ان هي ما تتواصل مع الداعمين وان هي اللي بتجيب الفلوس وتجيب الذهب لامها من ناحية الداعمين. غير كمان لما اتهمتها وطلعت عليها منى وقعدت تقول ان هي بتلعب في سلسلتها قدام ابو نورة الراجل السعودي. كل دي اتهامات وكل ده كلام وتلقيح كلام في العناوين بتاعتك وبسوسك اللي كلها النارية يا داهية. كل ده وفي نفس الوقت ما
كل ده اللي بتقوليه وكل ده اللي بتعمليه وكل التصرفات اللي بتعمليها دي كلها يا شيخة اتقي الله. كل اللي عملتيه ده كله، كل اللي انت بتقوليه ده كله عليها، والتبلي عليها وعلى امها وعلى اخوها. ما قلتش برضو على طارق ان هو حرامي، وان هو بتاع ستات، وان هو ما يطلق الستات من جوازها، وان هو ماشي مع الستات المتجوزة، وان هو ده حرامي موتوسيكلات، وان هو بتاع تكاتك. كل الكلام ده كله انت ما قلتهوش يا داهية. كل الكلام ده كله انت ما عملتهوش يا شيخة. اتقي الله في حالك واتقي الله في نفسك. والمشكلة تطلعي نفسك. هو انا قلت حاجة؟ هو انا عملت حاجة؟ هو انا ذكرتهم؟ هو انا جبت سيرتهم؟ ده هي اللي بتتاجر ببنتها. وانت قلت لها كده بقلب مليان، قلت لها طول ما انت موجودة مع عمك وموجودة في القناة مع عمك، وطول ما انت بتطلعي وتظهري مع عمك، طول ما هتلاقي نفسك موجودة على الساحة. ليه؟ هي كل الناس تطلع، ما كل الناس ما تطلع مع اولادها، وكل الناس ما تعمل روتينات مع اولادها، وكل الناس. انت ما شفتش قلة لما خدت الصورة بتاعت نرمين وامها لما كانوا فاتحين بث مباشر، وكانت بتعمل روتين مع امها؟ طب انت بتعملي روتين مع نفسك انت وفاتحه البث المباشر يا داهيه، وبتكنسي وبتغسلي وبتعملي كل حاجه. ما بيزوموش ليه على المؤخره بتاعتك وياخدوها ويرفعوها لما كل الناس زي بعضها؟ ليه حلميه ونرمين عملوا زوم على المؤخرة بتاعتهم وخدوها ورفعوها منتدى؟ ليه عملت لها كده قلة؟ ليه كل الحاجات دي؟ مش كله ده مدفوع ثمنه؟ بنت الشيخ اللي ما فيش يوم بتطلع غير لما تذكر حلمية وتذكر نرمين وتذكر طارق. شخيرة اللي ما معهاش غير كزبرة والغفيرة وزفت ومش عارفة مين مسمية نرمين اسم كده مش واحد مش عاوز يقوله. كل ده هو كل ده مش سب؟ كل اللي بيحصل ده سب؟ على الاقل احنا لما بننتقدك، احنا بننتقدك من افعالك اللي انت بتفعليها. احنا ما بنسبكيش، احنا بنقول عملتي واحد واتنين وتلاتة، ما سبناكيش، ما غلطناش في حقك. ها، احنا بنقول اللي انت بتعمليه، احنا بننتقدك من محتواكي، من اللي انت بتعمليه. لكن انت، الناس دي ما بتنتقدش الست حلمية من محتواها. الست حلمية لو غلطت احنا بنروح نطلع ونقول عليها غلط. لا يا ست حلمية، انت عملت الحاجة دي غلط. انا لما لفظت الالفاظ اللي قالتها في بس المباشر دي عليكي، انا قلت ان يا ست حلمية ما ينفعش، احنا ما تعودناش عليكي، ما تعودناش منك على الكلام ده، وما تعودناش منك انك انت تقولي ولا توصفي الوصف ده، لان احنا عارفينك انت ست محترمه، فاحنا ما تعودناش منك على كده. فعشان كده احنا كنا رافضين الموضوع ده. الحمد لله الواحد بيقول كلمه الحق. انا عن نفسي بقول كلمه الحق، والنبي لو على ابويا الله يرحمه لا اقول كلمه الحق عليه. ليه؟ لاني لا هتنفعني لا حلميه ولا نرمين ولا طارق ولا اي بني ادم على وش الدنيا يوم ما اقف قدام ربنا سبحانه الله وتعالى. فالواحد اللي شايفه غلط بيقول عليه ان هو غلط، واللي شايفه صح بيقول هو صح. لكن احنا من ساعة ما طلعنا وانت بنشوف كل تصرفاتك وكل تعديكي على حلمية من 5 سنين. انت بتقول انك انت عايزه تقعدي في القعده وتجيبي من اول ما اتحطت القناه. يا شيخه ده انت لو فعلا جات من اول ما اتحطت القناه واتحاسبتي على افعالك اللي انت فعلتيها مع حلميه ومع بنتها، هتلاقي فيه كوارث ومصايب كبيره جدا مستنياكي. هتلاقي فيه كوارث ومصايب كتيره مستنياكي. ده انت كفايه انك انت شيلتيها هي وجايه من السعوديه. دي تكفي من ضمن المصايب اللي انت عاوزة تشيليها. المهم نرمين قالت لها ايه بقى؟ قالت لها انا اللي هقعد معاكي ان شاء الله، ما حدش خالص هيقعد معاكي، انا هقعد معاكي لان انا ليا حق ولازم هاخده ولازم هجيبه منك ولازم مش هسيبه، لان في حقي ومش هسكت على حقي. هجيبه بالعافية، هجيبه بالقانون، هجيبه ولازم اقعد معاكي. والناس كلها لو ما حدش هيقعد انا مش هقعد. وقالت مع احترامي للناس كلها، ها لما كله بيقول لها ما حدش يقعد، قالت مع احترامي للناس كلها يا جماعه، ده مش قعد صلح ولا ليش دعوه بامي ولا ليش دعوه باخويا، ده حقي انا ولازم اجيبه. طبعا هي ترد عليها في منتدى وتقول لها ايه؟ لا يا اختي، طول ما انتي مش، طبعا يا جماعه انا واثقه وكتبت الكومنت ده عند الست حلميه، وقلت اول ما بدأ دعم ام تركي طبعا مشكورا، وريحانه طبعا مشكوره الله يجازيها خير، وقولوا له
وكل الجماعة اللي حطوا دعم للست حلمية طبعا ربنا يا رب يجازيهم الخير يا رب، ويكبر بخاطرهم، ويترد لهم أضعاف الأضعاف من الخير يا رب ومن السعادة. لأن الناس دي بيدعموهم كمساعدة، مش عشان خاطر كمشاكل ولا كحوارات، ولا بيدعموهم على المشاكل، ولا بيدعموهم على قلة الأدب، لا، بيدعموهم كمساعدة. لأن الست دي ليها فترة ما بتعملش فيديوهات وما بتنزلش، فليها التزامات، ان هي ملتزمة ان هي بقسط عربية، ليها التزامات في بيتها، ليها التزامات مصاريف، ليها التزامات. يا جماعة الظروف هنا فعلا حقيقي صعبة، الواحد لو ما جالهوش كل شهر دخل في بيته فالدنيا بتبقى صعبة عليه، فكل بيت بيبقى ليه التزاماته. فالناس دي بيساعدوهم للالتزامات اللي عليهم، مش معيدلهمش ملايين، مش معيجيبوا لهم، مش معيبعتوا لهم بالملايين، مش معيجوزوا لهم اولادهم، مش ده بيدوا لهم حاجات محبة. كل الداعمين اللي بيخشوا محبة. يعني ريحانة دي بتخش عند جميع القنوات، عمري ما شفتها بتخش عند شخص واحد بس، لا بتخش عند جميع القنوات، متهيألي اي بس بيبقى مفتوح بتخش وتدعم. ام التركي دي نفس النظام على فكرة، انا شفتها عندي كذا حد ان هي بتدعم. لولو دي نفس النظام، انا شفتها برضو عندي اخلاص وعندي ريري، لكن ما شفتهاش بصراحة في مكان تاني. لكن اغلبيه طبعا الناس اللي بتخش التانية دي انا ما اعرفهاش طبعا، مشكوره، وربنا يا رب يرضيهم ويرده لهم اضعاف الاضعاف يا رب، ويرزقهم الرزق الحلال يا رب العالمين. الناس دي بتساعد الناس دي محبه، كمحبه، مش ك ان انا بساعدك عشان تعملي مشاكل ولا تعملي حوارات ولا الكلام ده، لا طبعا. يا داهية مش علشان خاطر الدعم، علشان خاطر ان هما بيسبوا ولا بيشتموا، هي ما كانتش بتسب ولا بتشتم، هي كانت بتبرر وتقول الكلام اللي انتي عملتيه فيها، بتقول الحاجات اللي انت عملتيها فيها واتهمتيها بيها وطلعتيها عليها وشهرتي بيها. لكن هي وقتها لا كانت بتشتمك ولا كانت بتغلط فيكي ولا كانت بتقول اي حاجة، بتقول لك لا انا اللي هقعد في القعدة حتى لو ما حدش قاعد. طبعا راحت هي منزله لها منتدى بترد عليها، بتقول لها لا يا حبيبتي، مش من عاوزة تيجي تقعدي يبقى تجيبي امك واخوكي قبل منك، يا اما بقى مفيش قاعدة ومحدش يسألني على حاجة، محدش يقولي لا اللي بيحصل ده ليه ولا مش عشان ايه ولا الكلام ده كله. فاحنا شفنا طبعا هي لما شافت نرمين قالت ان هي هتقعد، قعد طارق ولا قعدت ست حلمية ولا ما قعدتش، هي بقى راحت قالت لك لا عشان كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني هي بلغت او ما بلغتش او اي حاجة، في المهم في الاول والاخر الموضوع ده يا جماعة اساسا للست حلمية والنرمين حقهم هيرجع. كل واحد، مش احنا بنقول ان دايما لازم يعني الظلم ما بيدومش، يعني ما بيدومش على حد، لكن ربنا لازم ينصرهم. فساعات كتير احنا بنتحصل حاجة بنخاف منها، بس هي دي اللي بتطلع الخير. فاحنا مش خايفين على الست حلمية، احنا ندعو لها ان ربنا ينصرها وربنا يجبرها وربنا يكرمهم ان شاء الله، وربنا ياخد حقهم بإذن الله من داهية من 5 سنين عملتها. ومتخيلين اللي حاصل ايه؟ نرمين وحلمية ضد داهية ومرات فيسو داليا، وداليا ضد حلمية. شفتوا العجب اللي كان بيقول لك ايه؟ انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، دلوقتي اختي بقيت مع الغريب. انتوا متخيلين؟ يعني داهية واقفة ضد نرمين وحلمية مع مين؟ مع داليا. ما تعرفش، ما علينا، خليهم مع بعض كده. وقال لك ان هم اساسا يعني بعد الصلاة هيتحولوا للنيابة، وبعد النيابة هيشوفوا نفسهم هيروحوا فين. طبعا حتى لو كان الموضوع فيه مشكلة، المشكلة هتكبر وهتبقى في قضايا، مفيش مشكلة، بس كل واحد ياخد حقه من التانية. ده بقى القانون، مفيش حاجة اسمها القانون نايم، القانون هنا قانون عادل، مع احترامي طبعا لكل رجال القانون كلهم الرجال عندنا، القانون الرجال يعني بيفضلوا يراقبوا من بعيد، وفي الاخر خلاص بقى انتوا كده وصلتوا لحد مش هينفع ان احنا نراقب من بعيد، لازم نتخطى الخطوة دي. طبعا شفنا فسو هارب، وشفنا داهية خوفها ورعبها لما راحت حذفت كل الفيديوهات اللي هي كل اللايفات اللي هي عاملاها، لما هي صح وعلى مبدأ وكلامها صح. لما هي كل الكلام ده كله صح تمام، هي دلوقتي ليه حذفت البثات بتاعتها لما هي على مبدأ صح؟ معلش يا المتابعين، داهية
معلش لما داهية بتاعتكم دي الملكة بتاعتكم دي ملكتكم انتوا يعني، ها، لما هي على صح وعلى مبدأ، معلش سؤال بس، هي دلوقتي ازاي اساسا ان هي تعمل حاجة زي كده، تحذف البثوث بتاعتها، وتحذف الحاجات والمنتديات، وتحذف كل حاجة من على القناة؟ ليه؟ الست حلمية اهي بثوثها بمنتدياتها بكل حاجة موجودة زي ما هي على القناة، ما حذفتش اي حاجة. عشان تعرفوا كانت بتقول لكم ايه، كانت داهية في البث اللي هي كانت عاملة، كانت بتقول ايه؟ اللي عنده حق صوته عالي، اللي معاه حق صوته عالي، لكن هي مش صوت عالي، هي بتشتري الناس بالفلوس، بتدفع فلوس وتشتري الناس بالفلوس. عشان كده هي عارفة ان القعدة اللي كانت هتيجي دي كانت هتيجي وتتحكي حكاوي ويطبقوا كلام على الست حلمية، وما كانش، عشان كده الست حلمية كانتش عايزة تقعد القعدة دي، عشان كده الست حلمية ما كانتش حابة ان هي تقعد القعدة دي ولا تشوف الوضع ده ولا تعمل الكلام ده، عشان كده. لكن كل واحد اللي بيقولك ايه، كل بني ادم عارف نفسه رايح فين وجاي منين. صح يا داهية؟ صح ولا مش صح؟ اكيد في الليلة دي، حتى لو طلعت النهاردة اكيد في الليلة دي عرفت ان الله حق، ان الظلم ظلمات ليوم القيامة. الظلم ايه؟ ظلمات ليوم القيامة. اللي انت دلوقتي ما كنتش راضية تقعدي مع نرمين، وكنت رافضة انك انت تقعدي معاها، وقلت لها لا مفيش قعدات غير لما امك واختك تبقى موجودة. انت كنت بتبوسي على ايد نرمين علشان خاطر ان هي تصطلح، علشان خاطر تخرجك وتخليكي تروحي تباتي في بيتك، وهي قالت لك لا. كنت تقول لهم يا جماعة اطمئنوا، احنا مش هنصطلح صلح، مش هنصطلح اساسا مع بعض، وحتى لو اصطلحنا صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، لا هنصور مع بعض ولا نتعامل مع بعض ولا نكلم بعض، ولا انا اروح بيتها ولا هي تروح بيتي، ولا عيالي معاهم ولا عيالي معاها، وعيالك متربيين ومحترمين، وطارق هو البلطجي الوحش النوتي، اخصى عليك يا طارق انت نوتي. فسبحان الله يعني يا داهية، ان ربك ايه لبالمرصاد، يمهل ولا يهمل، كل واحد ربنا بيجيب له حقه لحد عنده. ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه العدل، والقانون موجود. وانا اللي كنت بقوله دايما، كنت بقول يا ست حلمية الجئي للقانون، يا ست حلمية الجئي للقانون، يا ست حلمية القانون هو اللي هيجيب لك حقك. فان شاء الله انا عندي ثقة بقانون بلدي، وعندي يقين ان ربنا هينصر وهيجبر الست حلمية وهيجيب لها حقها. على الاقل يا جماعة يخلوها تركز في شغلها، ويخلوها تركز في محتواها، وبدل القنوات اللي طالعة عليها دي كل شوية بتنهش في لحمها وبتشتم. ده الولية اللي مش بتراعي ربنا، ما بتخافش الله دي، يعني اللي بيحذفوا البثوث بتاعتهم، اللي هم بيقولوا كلام وبيحذفوه، طالعة تشتم في نرمين امبارح في عز اللي حاصل كل ده. عشان تعرفوا بس ان الفلوس اللي بياخدوها هم دلوقتي هيحزنوا طبعا، عشان خاطر ما فيش هيبقى لهم محتوى تاني يتكلموا عليه. ما هم بيطلعوش ينتقدوا، هم بيطلعوا بس يمسكوا حلمية ونرمين بس، ما بيطلعوش ينتقدوا الناس، ما بيطلعوش يتكلموا على كل الافراد بتاعت الناس، لا بيطلعوا ينتقدوش، يسبوا ويشتموا بس يفتحوا لايفات بس عشان يسبوا ويشتموا. دلوقتي بقى عشان خاطر الداعمين برضو نفس النظام، يعني ريحانة كانت الاول ام فالح وام ناصر، طبعا ام فالح وام ناصر اصطلحوا، دلوقتي ريحانة طبعا شغالين. لكن برغم ان ريحانة دي لو دخلت عند اي كلبة فيهم وحطت لها ان شاء الله سنت واحد، هتبقى حبيبتها وعلى تجها وعلى راسها، وكل يوم يندهوا عليها في البثات بتاعتهم واللايفات بتاعتهم، ويكتبوا اسمهم جنب اسمها، زي ما اقول لك كده عملت مع ام ناصر لما قعدت تسب لها وتغلطها. فبجد لها الامر قبل ومن بعد. حبايبي قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، واسيبكم في امان الله وحفظه، واستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.